عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. غالبا لما بتجيلي مشاكل من الامهات على الانبوكس بتاع الصفحه بتاعتي دكتور نانا عبد الله، بحاول ان انا ارد عليها كلها شاتنج يعني، ما بيكلمنيش ان انا اعمل فيديو يعني علشان خاطر ارد على المشاكل يعني. بس في مشكله حبيت ان انا بصراحه اقولها علشان لو بتتكرر مع كذا حد تاخدوا بالكم منها. في ام بعتت لي بتقول لي انا كل ما اعمل اي حاجه لاولادي جوزي بيلومني لوم كبير جدا جدا. اوديهم تمرين يلومني، لو العيال تعبوا يلومني، لو عملت لهم اكل ما عجبهمش يلومني، اي حاجه يعني في الحياه بتاعتهم بيلومها على طول على اي حاجه بتعملها لاولادها يعني. وبالذات لما بتغلط في حاجه معينه، يعني مثلا الولد خد هوا فتعب شويه فبيلومها اكتر وهكذا يعني. الحقيقه انا اجابتي او رايي او نصيحتي في الموضوع ده هوجهها لناحيتين. اول حاجه الاب، حضرتك قائد هذا البيت، يعني حضرتك المسؤول عن الام وعن الاولاد. يعني حضرتك المفروض في جزء كبير جدا من التربيه حضرتك المفروض تشيله، تمام؟ كونها هي واخده المسؤوليه كلها بتاعه التربيه، مش هقول لك كتر خيرها، ولكن هقول لك الله يعينها ويعينك، بس ليك جزء كبير، والجزء ده ما هواش مصحح. يعني مش حضرتك بيجيلك الكراسة اخر اليوم وتبتدي تعمل علامة صح وتدي نجمة او تدي 8 من 10 وهكذا. حضرتك ليك دور فعال. دور فعال يعني ايه؟ دور فعال يعني ايه؟ يعني حضرتك المفروض انك بتعمل شيء معين في التربية، المفروض تعمل حاجة مش تصحح بس، المفروض بتعمل، يعني بتقوم تشارك، بتاخد حاجة معينة تعلمها لولادك، بتشارك معاها في حاجة للولاد وهكذا. يعني دور الأب هو دور مشارك مش مصحح. الناحية التانية بقى اللي أنا هتكلم عليها هو حضرتك يا ماما. حضرتك لازم تخليه يشارك في حاجة. لو هو مش عارف يمسك حاجة معينة يعملها للولاد، اديله انت حاجة، قولي له خد امسك دي اعملها مع الولاد، خد اعمل كذا 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 مع الولاد. طول ما هو قاعد في البيت لازم نخليه يشارك. ليه؟ لان هو لو ما شاركش هيفضل يصحح، ولو فضل يصحح بالطريقة دي انت هتتعبي والولاد هتتعب وهو نفسه هيتعب. لازم يشارك. الانسان لما بيشارك جوه الحاجة نظرته تتغير ليها خالص غير وهو بره. فالحقيقة دي نصيحتي ليكم. ولو سمحتوا بلاش ننظر على بعض، يعني ولا حضرتك تنظر عليها ولا هي تنظر عليك، ولا ام تنظر على ام تانية. يعني بلاش ننظر على بعض. الحياة اصلا بقت صعبة لوحدها، فالموضوع مش محتاج مجهود اكتر ما هو في مجهود اصلا. اتمنى اكون فدتكم، واتمنى اكون فدت الام وغيرها من الامهات، واشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا حضرتك.